قبل ما ابدا كده هقول لك على كام حاجه صغيره ممكن ما تكونش عارفهم. ان السعاده اختيار والحزن برضو اختيار، وانت في اصعب ظروفك وعندك مشاكل كتير والدنيا معاك مش احسن حاجه، بتحاول برضو تدور على حل يساعدك ويحل مشاكلك دي كلها، وبتدور على السعاده وبتلاقيها. وهو ده موضوعنا النهارده. انا انسان بحب الحزن والكآبه، وبحب ان ده يكون مود، بحب المود ده، بحبه. فاهمين يعني ايه بحبه؟ ودايما بدور على فيديوهات حزينه، قصص حزينه، واغاني برضو كتير حزينه بحب اسمعها. ودايما كنت بوصل لمرحله ان انا فعلا ممكن يجي لي اكتئاب وحزن شديد جدا بسبب اغنيه سمعتها او قصه قريتها او فيديو شفته حزين. ومش بعيد اخد حزن المغني اللي كان بيغني الاغنيه الحزينه دي. بس لحظه كده، هل المغني بيغنيها عشان هو حزين ولا عشان بيحب يغني اغاني حزينه وده بيحسسه بالسعاده؟ طب المغني اللي بيحب يعمل اغاني جديده وحفلات وسفر والحاجات دي، هل هو بيعمل كده لانه بيحب يعمل كده ولا هو مجبور على الحاجه دي لانه مصدر دخله وهو مش بيعيش سعيد؟ انا لخبطتك صح؟ بص، انك عشان تكون سعيد ده اختيار، وعشان تختار لازم يكون في قرار، والقرار محتاج تفكير، والتفكير محتاج خطط، والخطط محتاجه وقت. ولو فضلت تفكر بالاسلوب ده مش توصل لحاجه للاسف. ببساطه كده، اعمل اللي انت بتحبه حتى لو كان بسيط وتافه، وحتى لو مش عاجب الناس ولا اصحابك. روح اشتري حاجات غريبه ملهاش لازمه، روح اتمشى واسمع اغاني وغني بصوت عالي. طبعا ده جنان، ما اعرفش اذا كان ليه علاقه بالسعاده ولا لا، بس لو هيساعدك اعمله فليه لا. بس لو كنت بتعمل حاجه بسيطه ايا كانت ايه هي او ايا كانت ايه بساطتها وبطلت تعملها بسبب انتقاد جالك او تريقه من شخص معين او عشان ترضي شخص معين لانه مش حابب الحاجه اللي انت بتعملها التافهه دي، فانت كده اخترت تبقى تعيس وحزين وبائس لانك بطلت تعمل حاجه اللي بتسعدك وهتدور على حاجه ثانيه تعملها تسعدك انت مش مقتنع بيها، غيرك مقتنع بيها. فبالتالي تبقى سعيد وهتبقى حققت رغبه غيرك ورغبه الناس، وهيكونوا هم المبسوطين وانت اللي شايل الطين وانت اللي تعيس. اللي هو يمنعوك عن حاجه انت عندك الجرأه انك تعملها بس هم ما عندهمش الجرأه ان هم يعملوها، فعشان كده هم تعسى. ركز على شغفك وشغلك وانبساطك، وافتكر في الاول وفي الاخر ان دي حياتك انت، وافتكر انك بتعمل حاجه عندك الجرأه فيها وهم ما عندهمش الجرأه فيها ان هم يعملوها، عشان كده هم تعسى وانت اللي سعيد. محدش هيشيل حزنك ولا هيستمتع بحياتك ولا هيستمتع بنجاحك غيرك انت. في الاول وفي الاخر فكر في نفسك، فكر في مستقبلك، نجاحك وايه هو اللي هيساعدك. وحاجه اخيره مهمه جدا، انت لو تعمل الحاجه اللي بتسعدك بتجيب منها فلوس فانت اسعد انسان في الدنيا. خلاص، محتاج ايه تاني؟ تعمل حاجه اللي انت بتحبها وبتجيب منها فلوس، فمان خلاص تعوز ايه تاني؟ انت كده قفلت الحياه، انت كده بقيت سعيد برو ماكس. ولحد هنا انا وصلت لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو فادك ووصل لك فكره كويسه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ودوس لايك لو الفيديو عجبك. ولو استفدت حاجه ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وتستناني في الفيديو اللي جاي. الى اللقاء في فيديو اخر.